في عالم تحت الأرض بعيد عن عيون الناس، كانت عايشة أسرة من الفيران في هدوء وسلام، بيحلموا بالضوء اللي فوق. الأب كان بيشتغل كل يوم في أرفاق الغاز والأنابيب، بيصلح اللي بيتكسر وبيحافظ على الحياة اللي تحت. والأم كانت بتطبخ وتضحك مع ابنها الصغير ريمو اللي كان بيحلم بالعالم اللي فوق، وبيسألها دايما: يا ماما، هو النور اللي فوق بجد ولا حلم؟ لكن في يوم الدنيا اتغيرت، الحيطة بدأت تهتز وصوت غريب ملى المكان. الأم دهل وهو بيجري وقال بصوت مرعوب: لم حاجتك بسرعة، في حاجة غلط بتحصل. ثانية واحدة وانفجار هز الدنيا كلها، نار، دخان، وصوت صفارات بيقطع السكون. الأب جري ناحية مصدر الخطر بيحاول ينقذ الناس قبل ما الأنفاق تتحول لجحيم. الأم مسكت ريمو، فضلوا يجروا وسط الزحمة والدخان والصراخ مال المكان، لكن الأب وقف، رجع تاني رغم إنه الكل كان بيهرب. قرب من صمام في غاز الكبير، إيده كانت بتتحرق بس صمم يقفله بإيده وقال بصوت مكسور: خلي بالكم من بعض، أنا تمام. الانفجار حصل والنور اختفى، وبعد شوية كل اللي بقى هو الصمت. الأم بتدور وهي بتعيط، وريمو ماسك في إيديها بيترعش، وبين الدخان شعاع نور صغير دخل من سقف مكسور. ريمو رفع راسه وشاف النور لأول مرة في حياته. الأم خدته بإيده وتلوا على سوق، وقفوا على سطح المدينة والشمس بتطلع قدامهم والدخان طالع من تحت، بس المرة دي كان في أمل. ومن بعيد كان ظل الأب باين واقف بيبص عليهم وابتسامته سايبة نور وسط العتمة.